السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الوقت الذي يقبع مئات الضحايا تحت الأنقاض لليوم الرابع على التوالي، جراء زلزال المغرب المدمر، تواصل الرباط تعنتها برفض مزيد من المساعدات الدولية على غرار المساعدات التي قدمتها الجزائر، واكتفت المغرب بقبول مساعدات 4 دول فقط، الأمر الذي خلق سخطا في الشارع المغربي، بحيث دعا العديد من المغربيين إلى قبول يد المساعدة في إطار التضامن الإنساني. وخرج العديد من المغربيين عبر منصات التواصل الاجتماعي يطالبون بالمساعدة بعد عدم تمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى العديد من القرى النائية في جبال المغرب. وأبدى حميد المهداوي امتعاده من الرفض الذي يمارسه النظام المغربي في منشور على منصة تويتر سابقا، مع إرفاق هاشتاغ المغرب يستغيث. من جهته شدد الناشط الحقوقي المغربي وفق ما نقلت BBC على ضرورة قبول سلطات بلاده بمساعدات الدولية، لافتا إلى أنه ليس الوقت المناسب للتمسك بالكبرياء. يذكر أن السبب الحقيقي وراء رفض المغرب المساعدات الجزائرية إلى التوتر السياسي بين البلدين. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.